يا حاج انت اسمك ايه يا حاج؟ علي الخضر الحزن حاج علي، انت بتعيط ليه يا حاج؟ بهايف بالاهانه وراجل شايف كيف غتال فاخر عمري في 63 في ليبيا، من 63 في ليبيا وانا قاعد في ليبيا وتهزت على يد معمر وانا مش واخد حتى حقي. خدمت في الحكومه حوالي 13 سنه ما خدتش شيء، وجاي يعرض عليا فلوس عشان اقول ان انا جاي اخرب في ليبيا. انا مش جاي اخرب في ليبيا يا ناس، انا جاي باكل عيش. مين اللي عرض عليك يا حاج فلوس؟ عرضوا عليا جماعه سافر مرتزقه وجماعه ليبيين. مرتزقة وليبيين. المرتزقة دول مين؟ سود ما اعرفش حد فيهم. طيب الكلام ده حصل امتى يا حاج؟ حصل يوم الثلاث. يوم الثلاث اللي فات ده؟ ايوه. طيب. وخدوني ودونا المعسكر غصب عني. طيب معلش يا حاج، ممكن تقول لنا بس بالظبط يعني ايه اللي حصل؟ يعني يوم الثلاث اللي حصل بالظبط ايه؟ احنا قافلين الباب وقاعدين، انا راقد. تمام. وبصيت لقيت الباب اتفتح، ما فيش الا انا في الورشه وروح. وين الجماعه اللي معك يا حاج علي؟ قلت لهم ما فيش حد، انا قاعد بروح ورشتي وقاعد بروح. قالوا طب تنبيك معانا، قالوا نبيك معانا تمشي المعسكر. ليش؟ قالوا خليفه حنيش عايز غازي. انا ما اعرفش خليفه حنيش. اسمه خليفه حنيش؟ خليفه حنيش ما اعرفوش، ما شفتوش في حياتي. قاعد بسرت من 78، اعرف كل شباب سرت وعايز سرت. قالوا تمشي معنا غصب عنك. جاء واحد منهم خبطني هنا في البلد جاهز اللي معاه. طب اللي خبطك ده ما رعاش ان حضرتك كبير في السن؟ بتاع عبد كده زي جحش، عبد كبير. وركبوني عزقوني نزل السيارة كروزر. نزلت في المعسكر، جابوا لي قهوة، قلت لهم مش بشرب قهوة. قالوا انت تقعد تستريح وتقول لنا حاجة. قلت له نعم يا فندم، انا ما درت شيء، انا قاعد في ورشة. قال لا انت نقول ان انت جايب عصابات من مصر. هو انا من 63 ما نزلتش مصر، بنزل مصر 15 يوم. يعني هو عايز يجبرك انك تقول شهادة عصابة، انك تشهد زور ضد عصابة ضد الثورة. ان انا جايب عصابة من كذا فرد مصريين من النجوع بتاعتنا، ونزلتهم في المحافظات عشان يخربوا ليبيا، وتاخد 25,000 جنيه وتاخد سيارة والجنسية اللي انت ما انتش عارف تاخدها لسه. قلت له انا ما لقيتش شيء. يعني انت من ال 63 ما حصلتش على الجنسية؟ ما فيش الا البطاقة بس، البطاقة اللي هي فقط. يعني عرض على حضرتك 25,000؟ 25,000 دينار ليبي. ايوه، وسيارة. ايوه، والجنسية في نفس الوقت، مقابل انك تشهد. انا اقول ان ده جايين عصابة جاية. انا ما معايا عصابة ولا معايا حد، معايا ربنا بس. طيب يا حاج، هنا شباب 25 يناير ولجنة الإغاثة والطوارئ في القافلة المصرية إن شاء الله تدي لحضرتك كل العلاج المطلوب، وإن شاء الله ربنا يشفيك يا حاج. شكرا. في عسكر، لا في ضابط ليبي، الله يخليه مركب دبورتين. هو الله هربني، هم كانوا يريدوا يقتلوني. ضابط ليبي خدني بسيارته وهربني بعد البوابة. جاني بعد ما عرفوني في اوضه ضلمه، بصيت لقيته فتح الباب. انا خفت في اول ما فتح الباب، قلت خلاص انا هموت. الراجل قال لي تعالى، فرحت معاه. جاء عسكريين واقفين عبيد، وين واخده؟ قال له واخده حقك معاه. راح مركبني في السياره وطلع على البوابه، اول بوابه بسرت. هو نزلني ومشي، قال لي يلا اهرب شوف لك اي مكان. يعني داخل الكتيبة العسكرية في ناس شرفاء؟ ايوه، في ضباط، ومن الضباط ضباط محترمين، وواحد منهم هو اللي خدك وهربك. ايوه. يعني انت كان مصيرك ايه لو ما كانش هربك؟ الموت. مصيرك كان الموت. طيب الحمد لله على السلامة يا حاج، وان شاء الله ربنا نجاك، وان شاء الله ربنا يشفيك. هنا هيدوا لك
كل العلاجات خدوا مني الصحيه. 5000 دينار العبيد، وانا في الورشه خدوا مني 5000 دينار. ربنا يعوض عليك يا حاج، شكرا يا حاج.